نادي حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ونقدر نقول ان المصري ضيع فرصه ان هو يحصل على الفوز الثالث ليه على سد حرس الحدود. والله الحمد لله على كل شيء، عملنا ماتش كويس وأدينا ولعبنا بروح 90 دقيقة، بس هو نصيب، هم بيلعبوا على الكرة الطويلة وقدروا يخطفوا جول من الكرة الطويلة وضربة جزاء، وخلاص الماتش خلص انتهى. فاضل قدامنا 4 ايام ماتش الزمالك لازم نركز فيه، وربنا يكرم ان شاء الله نعمل ماتش جاي كويس ان شاء الله. والله الحمد لله الناس أدت اللي عليها، احنا كنا أحسن لعبا وأداء، بس الحمد لله ربنا ما أردش، يمكن ربنا شغلنا في حاجة أحسن. هم فرقة منظمة وربنا كرمهم، واحنا الحمد لله على اللي جيبوا ربنا كله كويس الحمد لله. هزيمة من نادي حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ونقدر نقول ان لاعبي المصري النهارده فشلوا ان هم يحافظوا على فوز او 3 نقاط كانت في متناول ايديهم. لا، لعيبه المصري ما فشلوش. لا يعني انا اعترض، معلش يا كابتن محمد، انا اعترض على الكلمه دي. لعيبه المصري ما فشلوش، لكن كان في اسباب اخرى هي اللي حققت نجاح الحرس النهارده. نعرفها؟ لا، الناس كلها شايفاها، الناس كلها شايفاها. يعني نقدر نقول ان بعد الهدف فوجئنا بتراجع الى حد ما في الهجوم اللاعب المصري. لا، ده كلام مش مظبوط، احنا ما تراجعناش، احنا ادينا مباراه كويسه وادينا مباراه من المباريات الكويسه بالنسبه لنا، لكن كان في اسباب ان احنا نخسر النهارده. شايف ان حكم المباراه النهارده اثر على نتيجه المباراه؟ يعني حضرتك انت ادرى، والناس المحللين هي اللي شايفه المباراه وشايفه ايه اللي خسرنا المباراه النهارده.